عايزة طريقة سهلة للفراخ وتطلع معاكي بالشكل ده وتشرفك في أي عزومة بتعمليها ومن غير ما تاخد منك وقت كتير. هنعمل مع بعض النهاردة أسهل طريقة للفراخ الروستو. هتطلع معاكي جوسي جدا وطرية، وهنعملها كمان بالخضار اللي شارب من التتبيلة ومستوي في صوص الفراخ. أنصحكم كمان تزودوا من الخضار لأن طعمه بيبقى حلو جدا. يلا بينا نسمي بسم الله ونبدأ ونشوف عملناها ازاي. أول حاجة معانا فرخة وزنها حوالي 2 كيلو، مغسولة كويس جدا، حطها في محلول النقع حوالي ساعتين. محلول النقع بيبقى عبارة عن ليمونتين كبار، معلقتين كبار من الملح، ومعلقة من السكر، وميه، وبننقع الفرخه في المحلول ده لمده ساعتين. بعد كده بننشفها كويس زي ما انتم شايفين كده. واول خطوه هنعملها ان احنا هنفصل الجلد عن اللحم، بس نحاول ان احنا نبقى بالراحه عشان ما يتقطعش مننا الجلد بالطريقه اللي انتم شايفينها دي دلوقتي. نحاول نفصل الجلد عن اللحم، بس نحافظ على الجلد يكون سليم عشان الفرخه في الاخر تبقى شكلها حلو. وبكده اكون خلصت وفصلت الجلد عن اللحم وحافظت برضو على الجلد بتاعها. بعد كده هنعمل فتحات بالسكينه عشان التتبيله تدخل في كل مكان في الفرخه، اهو زي ما انتم شايفين كده. وده الصوص اللي عملناه مع بعض الفيديو اللي فات، هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو عشان ترجعوا له تاني ونشوف جهزناه مع بعض ازاي.